مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم النهارده معانا حلقه جديده من حلقات برنامجنا وبرنامجكم برنامج شباب على الهواء. النهارده في حلقتنا من برنامج شباب على الهواء هنستمتع مع بعض بموضوع من الموضوعات الشبابيه المميزه جدا، وزي ما عودناكم دايما من خلال برنامج شباب على الهواء ان احنا بنشوف ابداعات الشباب في جميع المجالات، وابداعاتهم النهارده هتكون مميزه جدا لان هم الحقيقه يعني نقدر نقول جيل بيغير المعادله. هنتناقش معاهم عن الدور المتنامي للشباب في قيادة التحول الرقمي، وده داخل المجتمع المصري طبعا، مش بس من خلال الشركات الناشئة ولكن أيضا عبر المبادرات المجتمعية، المنصات التعليمية، التطبيقات الرياضية والخدمات الحكومية. ده موضوعنا النهاردة واللي هنتناقش فيه مع ضيوفنا وشبابنا اللي هيكونوا موجودين معانا النهاردة في حلقتنا من شباب على الهواء. هننتقل دلوقتي لأولى فقراتنا من برنامج شباب على الهوا، وهتكون مع الأخبار، وأخبارنا النهاردة وأبرز الأخبار للنهاردة هتكون أول خبر موجود معانا بعنوان بدء مقابلات مبادرة المبدع الرقمي. الخبر بيقول بتنطلق اليوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2025 أولى أيام المقابلات الشخصية لمبادرة المبدع الرقمي جيل يحكي في موسمه الخامس، وهو برنامج شبابي بيهدف لتأهيل النشء في المحافظات المختلفة على مهارات تنظيم الوقت والتخطيط للحياة. المقابلات الحقيقة بتستمر لمدة يومين، وهم الأربع والخميس بمقرات مديريات الشباب والرياضة، والبرنامج بيستهدف الفئة العمرية ما قبل الجامعة لتعزيز الوعي وبناء الشخصية. أما الخبر الثاني واللي موجود معانا النهاردة بعنوان جامعة القاهرة بتضع جداول الامتحانات النهائية للفصل الأول. الخبر بيقول بتستمر كليات جامعة القاهرة في وضع اللمسات النهائية على جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحانات من المقرر أنها تبدأ في الأسبوع الثالث من ديسمبر، ومع التشديد على ضرورة وجود فاصل زمني مناسب بين المواد. وبينصح الطلاب بمتابعة المواقع الرسمية لكلياتهم لمعرفة الجداول المعتمدة بشكل نهائي. الخبر الثالث واللي موجود معانا النهارده بعنوان جامعة عين شمس بتطلق منصة منارات للتطوير المهني. أعلنت جامعة عين شمس عن الإطلاق التجريبي لمنصات منارات الجديدة للتعلم الإلكتروني، وبتهدف المنصة إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات تتناسب مع احتياجات سوق العمل متاحة للطلاب والخريجين. المبادرة بتأتي ضمن خطة الجامعة لتوسيع نطاق خدماتها التعليمية ودعم الشباب في اكتساب المهارات المطلوبة رقميا. قد ايه العالم الرقمي اصبح يعني مش هنقول بيغزونا، ولكن هنقول بيفيدنا اذا استخدمناه بالشكل الصحيح زي ما هنتكلم النهارده، وهنشوف ازاي ممكن الجيل يكون بيغير المعادله وبيغير المفاهيم وبيجبر يعني كل من حوله على التغيير في طبعا دوره المتنامي في قياده التحول الرقمي داخل المجتمع المصري. وده بالظبط موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهارده، ولكن دلوقتي هنطلع لفاصل قصير جدا نشوف فيه تقرير عن التحول الرقمي، ونرجع لكم مرة تانية ونستقبل ضيوفنا. انتشر الإنترنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبح جزءاً أساسياً من منظومة كل بيت لغرض الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت للمستخدمين، للحصول على مختلف المعلومات التي يحتاجها أفراد الأسرة بسهولة ويسر بمجرد كتابة الكلمات المفتاحية في محركات البحث المختلفة وغيرها من الخدمات. إلى حد ما طبعا حسنت كثير من الوضع في استخراج بطاقات، توكيلات، شهادات الميلاد، والحجز برضو على النت، اروح اللي انا بطيم وتاريخ شهر عقاري اعمل توكيل، دي برضو بصراحة ميزة. اللي انا استخرج شهادات ميلاد للأولاد،
حلو. العربيات المتنقله مش مرتبط انا ان انا اخش شهر عقاري وكده. اكيد الموضوع ده يعني مفيد جدا لينا، وفر علينا كتير من المجهود والوقت والطوابير والصحيان. كنا بنصحى بدري عشان نجري ونروح نقف في الطابور وكده، دلوقتي لا بقى افضل بكتير يعني، وفر علينا حاجات كتيره قوي يعني الحمد لله. يعني المكانه دي يعني تقدم كبير قوي لمصر ولينا. طبعا هو موضوع فوق الممتاز يعني، ان احنا دلوقتي الحمد لله الدوله وفرت لنا حاجات كتير في كل مكان يعني. الفيز، الشهر العقاري، يعني كان الاول الواحد بيروح يقف بالطابور عشان يخلص اي حاجه، دلوقتي في كل مكان حضرتك بتروح دقيقتين 3 بتكون مخلص كل حاجه، ممكن كمان تخلص اي حاجه وانت موجود في البيت يعني. فالحمد لله كل حاجه بقت متوفره، وان شاء الله في تقدم واستمرار يعني ان شاء الله باذن الله. الحاجات الجميله جدا اللي الدوله وفرتها لينا، توفير وقت ومجهود ووقفه كبيره جدا. تروح اي مكان دلوقتي بيكون الموضوع اسهل كتير وبيكون اوفر كتير. اتمنى ان هم يستمروا في كل مكان يحصل الموضوع ده، هتوفر لنا مجهود كبير قوي، طوابير كتير بنوقفها، وقت كتير بنهدره. لا الموضوع بقى اسهل بكتير جدا، في دقايق انت بتخلص اي حاجه عايزها. فبصراحه حاجه جميله قوي قوي، واتمنى ان يكون في كل مكان حاجه زي كده بصراحه. الحقيقه يعني زي ما شفنا كده من خلال التقرير قد ايه يعني التحول الرقمي اصبح بيسهل على المواطن يعني كتير جدا من الخدمات وكتير جدا من الوقت، لان الحقيقه كل واحد فينا وقته مش ملكه يعني. وطبعا رجال الامن طبعا بيكون ليهم دور كبير جدا في ان هم يساعدوا في هذه المنظومات وخاصه الحكوميه، سواء يعني استخراج بيانات للمواطنين، السجلات المدنيه وما الى ذلك، ونشوف ده على ارض الواقع. ولكن يجب تعميم هذه الفكره وهذه المنظومه على جميع يعني الحاجات او المنشآت اللي بتساعد المواطن في يعني جميع المجالات بقى، لان زي ما قلت لكم الواحد وقته مش ملكه، والموضوع ده بيسهل كتير وبيوفر كتير من الوقت. وعشان كده كان لازم نشوف ايه الشباب اللي هم قرروا ان هم يكونوا مميزين بحاجه مختلفه، وهي ان هم يغيروا الفكره دي ويخلوها كمان بتنطلق مش بس للشركات الناشئه، ولكن يعملوا بقى مبادرات كتير يتكلموا عليها في المنصات التعليميه، يطبقوها على مجالات كتيره ومختلفه، نتعرف منهم بالظبط النهارده على دورهم وايه اللي قدموه علشان يقدروا يعملوا تحول رقمي داخل المجتمع المصري. خلينا الاول نرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده. معانا احمد محمود فائز بالمركز الاول في مسابقه المبتكر بالدقهليه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معانا كمان نادين احمد اخصائيه موارد بشريه، اهلا بيكي. اهلا بيك. ومعانا كمان مصطفى صلاح باحث مجتمعي ومؤسس مبادره رياضه رقميه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني النهارده يمكن هنتكلم عن الموضوع وفكره ازاي جات لكم اصلا الفكره، وايه اللي خلاكم تقولوا انا هستخدم التكنولوجيا عشان احل مشكله مجتمعيه، مش بس عشان اكسب فلوس زي يعني بقيت اي شركه ممكن تكون بتعمل. انا هعمل ده عشان واحد اسهل على المواطن، اسهل على المجتمع بتاعي، وطبعا اكيد هكسب بالتاكيد. مين يعني كل واحد يقول لي الفكره جات له ازاي؟ اتفضل يا استاذ مصطفى. والله هو في الحقيقه توجيهات القياده السياسيه ودعم سياده الرئيس لهذا الملف هو اللي خلى بالنسبه لنا كل واحد فينا بدا يفكر في التحول الرقمي والمستهدف من التحول الرقمي، وازاي يقدر يكون جزء ولو جزء من فكره لها علاقه بالتحول الرقمي. على مدار 7 سنين كنت متطوع من وزاره الشباب والرياضه لوزاره التخطيط لوزاره البيئه، فالافكار كتيره جدا كانت موجوده، بس الافكار اللي بتنجح هي فعلا اللي بتكون مرتبطه بالتحول الرقمي. واحنا بدانا نشتغل على ده، وكنا بنستهدف اقل حاجه كنا بنعملها بالتحول الرقمي ان احنا نستهدف اللي مهتمين بانهم يشاركوا في المبادره دي من خلال التحول الرقمي. فالحمد لله كان الموضوع بيكون له مردود كويس من المجتمع وكمان من الدعم اللي كان بيتقدم من الوزارات المعنيه. استاذ مصطفى قال ان يعني من بعد يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبح في تواجد يعني للشباب بشكل كبير، حتى لو كان يعني بلمحه بفكره بحاجه بسيطه، ولكن اصبح حاسس بكيانه واصبح بيدي افكاره، وبالفعل في حاجات كتير جدا شفناها على مدار السنوات السابقه يعني حققت على ارض الواقع.
فطبعا الفكره اكيد دي فحواها عندك، ولكن في حاجات تانية خلتك ان انت تدخلي في هذه يعني الطرقات علشان تقدري ان انت تشاركي في انماء المجتمع. انا عندي فكره مؤمنه بيها جدا الفتره دي، ان احنا جيل مش مستني الفرصه، هو فعلا بيخلق الفرصه بتاعته. طيب احنا بنخلق الفرصه بتاعتنا ازاي؟ بنقطه التطور اللي بيكون موجود في اخر السنوات اللي كانت موجوده فعلا معانا، التحول الرقمي وجزء الذكاء الاصطناعي ده مخلي الشباب فعلا بيتعمل لهم ابجريد واب سكيلينج لكل حاجه موجوده ليهم، وده بيخلي ليهم فرص اكتر موجوده في نقطه الوظائف واثبات الذات. ده الجزء الاكتر ممكن نقدر نتكلم فيه. تمام. احنا مش بس بنشارك، احنا مش بس بنسعى ان احنا نبقى عندنا مكاسب ماديه، مش بس بنشارك بان احنا نخدم المجتمع، لا ده بنفوز كمان وبناخد مراكز اولى. فالموضوع جه ازاي؟ انا متفق جدا مع برضو كلام مصطفى ونادين. الكلام ده كله مظبوط وسليم جدا، واكبر مثال على ذلك المسابقه اللي نظمتها وزاره التربيه والتعليم اللي هي المبتكر الصغير. الحمد لله انا خدت فيها مركز اول على الدهليه، ده اكبر مثال على ذلك. حاجه يعني برضو يعني التكنولوجيا موجوده في كل دول العالم، وموجوده في مصر وموجوده في كل حته، بس اللي يقدر يوظف التكنولوجيا. احنا بنوظف التكنولوجيا والتحول الرقمي ده من خلال توعيه الشباب. يعني دلوقتي الشباب اصبح ان هو واعي من حاجه زي المسابقه دي. بدل ما افكر ان انا استخدم السوشيال ميديا استخدام خاطئ، بدات ان انا افكر ازاي استخدمها في ان انا ابتكر، وده فعلا خطوه ايجابيه جدا، وده يعتبر زي الاساس. دلوقتي يعني في بدايه دخول الانترنت الى عالمنا والى وطننا الحبيب، كان عادي انترنت حاجه موجوده وعادي ممكن تبقى طبيعيه يعني عادي عند اي حد، ولكن مع التطور اصبح سلعه، حاجه بنستهلكها، حاجه بيدفع فيها فلوس علشان نستخدمها، فلما نستخدمها اكيد لازم نستفيد. زي ما بنجيب الاكل بنطبخه وبناكله، طب السلعه دي احنا بنستخدمها يعني اصبحنا مستهلكين فقط، مفيش انتاجيه من وراء هذا الاستهلاك، مفيش حاجه بنستفيد بيها في النهايه. فانتوا شايفين ايه هي اصعب مشكله ممكن تكون بتواجه يعني المجتمع المصري، ونقدر من خلال هذه السلعه الاستهلاكيه نحولها لسلعه يعني ينتفع بيها زي ما بيقولوا، او نقدر نخليها بيكون ليها مردود على كل مواطن مصري ونقدر نكون بنستفيد منها؟ وممكن ناخد الموضوع من البدايه شويه. يعني من اول اصلا ظهور الانترنت كان السبب الاساسي ليه اللي هو توفير الوقت، وبمعنى اصح كده تسهيل المجهود شويه، يعني معلومات هو كان يعني بالظبط، يعني توفير الوقت وتوفير برضو يعني في نفس الوقت المجهود. الجانب ده في نفس الوقت انا وفرت الوقت ده، واصبح الوقت اللي انا وفرته بستغله على نفس الوسيله اللي وفرت لي الوقت. الاستغلال ده بقى يرجع لجانب استغلال خاطئ او استغلال مفيد. انا قدرت من خلال اجهزه الموبايل واجهزه الكمبيوتر من اول الظهور ان انا اوفر وقت، بدل ما اقعد اطلع على السلالم في المكتبه وادور على الكتاب الفلاني واخد لي ساعتين ثلاثه، بقيت بكليكه واحده بقيت اجيب مثلا ايه الكتاب الفلاني، بجيبه بي دي اف، ده كده وفرت وقت. كانش في بي دي اف بقى زمان، ده كانت لا دلوقتي خلاص كان وورد كان بينزل خلاص دلوقتي بقى كل حاجه في ثانيه قعدت بجيبه بي دي اف، فوفرت وقت. الوقت اللي انا وفرته ده ما ينفعش ان انا اوفره واضيعه على مضيعات الوقت او مشتتات الوقت اللي موجوده على السوشيال ميديا. ده النقطه اللي بس انا كنت حابب اوضحها. تمام جدا. فعلا الكلام اللي بيقوله زميلي احمد هو فعلا كلام في صلب الموضوع، وتاكيدا عليه هو احنا الحمد لله الفتره دي بقى كل واحد فينا عنده فكره معينه بيوظفها في خلال ابلكيشن او ويب سايت، بيقدر يوظف الفكره بتاعته وبتوصل لكل الناس، يعني سواء من خلال القطاع الخاص او من خلال الجهات الحكوميه والمبادرات اللي بتقوم عليها زي وزاره الشباب والرياضه ووزاره الاقتصاد. بنقدر ان احنا ننشئ الفكره اللي موجوده عندنا اللي هي في الاول كانت ابتكار وبعد كده بقت فكره وبدانا نطبقها فعليا. الفكره دي بنشتغل على ايا كانت الفكره دي، كل شاب وعلى حسب المهارات اللي موجوده عنده وعلى حسب افكاره، وبنبدا نوظف الكلام ده في فكره وبتبدا تشوف النور وبيبدا الشاب يتجه ليها، وفيما بعد بيبدا يظهر وعاه للفكره وشركات وجهات معنيه. تمام. دلوقتي احنا موارد بشريه ده اكيد. فالموارد البشريه دي يعني الناس، يعني المجتمع، يعني احنا الشباب بقى، انا جايه للشباب اصلا بالظبط، يعني الشباب بشكل عام. وطبعا الشباب ما هو عايش في اسره، دي حقيقة. الاسره فيها فئات مختلفه. فالفكره بقى هنا ان في اكيد مشاكل بتواجه المجتمع كله، ده اساسي. ايه اكبر مشكله انت شايفاها من وجهه نظرك ممكن يكون الحل ليها هو الاستخدام الرقمي اللي ممكن يبقى بيسهل على المجتمع او على الشاب فيسهل على الاسره؟ اوكي. ايه هي ابرز مشكله؟
ابرز مشكله للشباب حاليا ان هم لازم يؤمنوا بالتحول الرقمي، ان انا فعلا لازم ان انا اتطور. لو احنا جينا بصينا على اخر 3 سنين في نقط التوظيف، فكل الشباب اللي موجوده لازم نساعدهم اكتر ان هم يهتموا بالتحول الرقمي، بالذكاء الاصطناعي، ازاي ينموا مهاراتهم. بيكون افكار سلبيه جدا بتيجي في نقطه الفئات العمريه بكل الستبس اللي بتكون موجوده فيها، ان ممكن الانترنت او التحول الرقمي او الذكاء الاصطناعي هي حاجه سلبيه. لا بالعكس، هي حاجه ايجابيه جدا، هي هتفيد الشخص. طيب ممكن نطلع بجزء تاني بخصوص جزء الموارد البشريه وجزء التوظيف. طب طالما بنتكلم عن الجزء ده، فانا كده مش هتعين او انا مش هتوظف اذا كنت انا خريج حسابات ومعلومات لازم اكون معايا شهاده في الجزء ده. لا طبعا، احنا الوزاره دلوقتي مساعدانا في كورسات كتير جدا هي اصلا مجانيه، منصات كتير جدا هي اصلا مجانيه علشان بس تنمي مهاراتك. طب انت لو خريج حاليا تنمي مهاراتك، وانت كمان لو انت طالب، لو انت لسه بتدرس في مدرسة في جامعة، دلوقتي انت واخد تايتل مسمى وظيفي كبير، انت مش هتقف عند نقط مهارة تقنية معينة. لا، انا محتاجك ان انت تكون معاصر اصلا الجيل، تكون لو انت تشتغل بذكاء اكتر. طب انا اشتغل بذكاء ازاي؟ ان انا اوظف كل مهاراتي، ان انا فعلا اجري اعرف ايه ادوات التحول الرقمي. شباب كتير الفترة اللي فاتت سهلوا علينا المواضيع دي في وجود المشكلة وفعلا جابوا حلها. زي مثلا عندي في جزء الموارد البشريه، لو انا هتكلم ان انا اشوف عدد كبير من السيفيز او السيره الذاتيه، فبناء عليها في ابس معتمده ان هي تسهل عليا الوقت، ان هي تطلع لي حاجه في منصات كتير، بدل مثلا انا اقرا كتاب او اجيب معلومات هي هتلخص لي الحاجه، اعرف انا ايه البوينتس بتاعتي اللي انا اجري عليها، ايه الكارير بتاعي اللي انا اكون موجود فيه. مش معنى كده ان اي حد ممكن يكون خريج اي حاجه هو بيعمل شيفت كارير، لا، هو بيعمل اب سكيلينج للحاجه اللي عنده. انت خلاص مؤمن بالتحول الرقمي، مهما كان سنك، مهما كانت الفئه العمريه بتاعتك، في الاسره عندك انت بتسهل لك الحاجات دي كتير. لو كنت بتشتغل، طب انا عائل اسره، انا بدور على ورقي، كل دلوقتي المنصات الحكوميه هي بتساعدنا لتوفير الوقت. انا مش عايزك تنزل تجتهد او ان انت تتعب فيها اكتر، لا، اللي انت بتوفر وقت. الانترنت دلوقتي بيساعدك، هيخليك اكتر تلاقي وظايف اكتر، هتخليك اكتر سمارت في شغلك، مش مجهد، مش بتخلص الكام ساعه بتوع الشغل بتوعك وانت مروح انت فعلا تعبان، مش مطلع ريبورت كويس. لا، انا محتاجه الريبورتس تطلع كويسه، تكون اكتر معرفه بالمجال بتاعك، مش لازم تعمل فيها شيفت كارير. ودي اكتر حاجه شايفه فيها الفتره اللي فاتت فعلا في جزء من الشباب كبير قوي نجح في الجزء ده. ايوه، نيجي بقى لنقطه النجاح. احنا عايزين نعرف ايه هي يعني قصص النجاح الملهمه اللي ممكن تكون يعني قابلت حد فيكم وفعلا حكوا لكم قال لكم لا احنا بجد حياتنا اتغيرت بعد استاذ مصطفى. ايه اللي حصل؟ ممكن مثلا على سبيل المثال انا الشخصي، انا الحمد لله انا بدات في الاونلاين، يعني كنت مدرك شويه بدري شويه، فبدات من الاونلاين وانا عندي حوالي 9 سنين. الحمد لله اول دخلته من الاونلاين كان وانا حوالي 12 سنه كده. يعني كنت مدخل الدخل ده مش الهدف الرئيسي ان انا اجيب فلوس، الهدف ان انا اثبت للناس ان الانترنت بيجيب فلوس. يعني لو جينا نرجع بالزمن ورا مثلا حوالي 5 سنين. معلش، هو سؤال استفساري، وانت عندك 9 سنين اول مبلغ مسكته في ايدك كام؟ انا كنت ماسكه عندي 12 سنه، كان 700 جنيه في وقتها $50. الله، بالظبط، انا فاكرهم مش بنساهم. ايوه طبعا، دول ما يتنسوا، اول حاجه دي ما بتتنسيش ابدا. السحب كان اخد وقت عما وصل لي، لان انا بسحب على التحويل بياخد وقت، فاخد تقريبا حوالي شهر. كنت كل يوم بصحى اشوف التحويل نزل ولا لا. ايوه يعني الثمره بتاعتك. طبعا ده كان مجهود يعني 3 سنين، من 9 سنين لحد حوالي 12 سنه. ده برضو حاجه من قصص النجاح اللي انا اثبت بيها ان الانترنت بيجيب فلوس. يعني لو رجعنا من حوالي 6-7 سنين ورا، كان الوعي الناس بان الانترنت ممكن اصلا يبقى مصدر دخل، كانوا يقول لك لا انت هتجيب فلوس وانت قاعد في البيت. ده اللي كنا بنشوفه، وده برضو خلانا نرجع لنقطه اللي هي مقاومه التغيير. طب معلش ثانيه واحده، المجتمع اللي هم الاسره بتاعتك واجهوا ده ازاي؟ طفل صغير بيجيب فلوس، هو جبتها منين؟ في البدايه اصلا كان تقريبا من وانا عندي 9 سنين اللي هو البدايه بتاعتي، كان طفل وماسك الموبايل. طفل ماسك الموبايل بيستخدم الموبايل بيلعب، ايا كان هيعمل ايه، هو كده ماسك الموبايل. حاجه اصلا مجهوله لسه كلنا مش عارفين ده ايه بالظبط. جاب فلوس، جاب ما جابش هو كده ماسك الموبايل. ده حاجه. بالنسبه بقى اول ما جبت فلوس بدا بقى الاقتناع ان وبدا بقى اسئله كتير تجي لي،
وده اللي خلاني اتسرق ان انا الف كتاب ان هي ازاي انت دخلت فلوس من اونلاين، ازاي دخلت فلوس من الانترنت. في وقتها الكلام ده كان من حوالي، يعني انا دلوقتي مثلا 18 سنه، الكلام ده كان من حوالي 6 سنين، كان لسه يعني الناس مش قوي بالموضوع. وده برضو بيخلينا اللي هي النقطه المهمه برضو اللي هي مقاومه التغيير. يعني دلوقتي احنا بنشوف يعني ممكن واحد يقول لك ليه نعمل حاجات رقميه، ليه نعمل ده وليه نعمل ده وليه نعمل ده، هو ده المستقبل. وبرضو اكتر مثال يثبت الموضوع ده طبقا لتقرير جوجل لاندسكيب ان الذكاء الاصطناعي بعد ما ينزل، وهو فعلا نزل، هيشيل فرص عمل كتيره موجوده على ارض الواقع. بس كده لا، هيخلق فرص عمل الضعف بالذكاء الاصطناعي، هيعتمد فيها الذكاء الاصطناعي. فده يخلينا نشوف نظره، وده اللي الدوله بدات تعمله. جامعه ذكاء اصطناعي، تخصص ظهر في حاسبات ومعلومات ذكاء اصطناعي، بدات تتوجه فعلا للذكاء الاصطناعي وبدا يبقى مؤمنه فيه. فده لازم بقى انا دوري ايه كشاب؟ دوري كشاب ان انا استوعب الكلام ده وابدا اتجه للاتجاه ده. والكليات، حتى الكليات دلوقتي لما بنيجي نتكلم على اللي خارجين من الثانويه العامه يدخلوا ايه، يعني احنا شايفين دور الكليات التقليديه عمال بيتقلص. دي حقيقه. ده حقيقه فعلا، ده حقيقه يا فندم. وفي نفس الوقت برضه الشباب شايفين انه عنده القابليه انه يغير من نفسه. الشاب عنده القابليه انه يغير من نفسه، وكل واحد عايز الفرصه المناسبه ليه عشان يقدر يتجه لها ويشتغل على نفسه فيها، ويوظف المهارات اللي هو اكتسبها في الفتره اللي فاتت او على حسب الهدف اللي هو رايح له. اللي احنا كنا شايفينه الفتره اللي فاتت، يعني انا كمصطفى كان وانا عندي 19 سنه كنت مشارك فعال فيما بعد في وزاره الشباب والرياضه في المجتمع المدني. الكلام ده كان لان ما كانش فيه خبره عندي في اي حاجه خالص غير الدراسه بتاعتي اللي هي كانت الثانويه، وبعد الثانويه اتجهت للكليه. فقلت لا، عايز اطور من نفسي، بدات اتجه لوزاره الشباب والرياضه، بدات اتجه للمجتمع المدني. لقيت ان الموضوع سهل مش صعب، يعني اغلب الشاب بيبقى مستصعب الموضوع لانه بعيد عنه. فنفس كلام الرقمنه والتحول الرقمي، كل واحد بيبقى باصص للموضوع، الموضوع صعب، الموضوع محتاج خبره سابقه. فانا برضه بدعو كل المجتمع المدني، الجمعيات والمؤسسات من خلال برنامج حضراتكم، ان هو يقدر يستهدف الشباب اللي مهتم بالكلام ده ويقدر يساعده، وده افضل حاجه ممكن يقعد عليها اليوم. طب احنا عايزين نعرف برضه الفرق بين المواطن لما كان بيتعامل بالورقه والقلم والمواطن دلوقتي لما بيتعامل بالرقمنه، مع طبعا الخدمات الرقميه اللي احنا بنشوفها واللي انتم شاركتوها، يعني شاركتوا في تطويرها. اوكي، لو هنتكلم في الجزء ده خاص، لو نادين هتكون اقرب مثال. نادين خبره في الموارد البشريه 6 سنين. نو واي حد في 6 سنين يبقى رئيس موارد بشريه وماسك 3 شركات ناشئه. طيب احنا عملنا ده ازاي او وصلت ده ازاي؟ فكره ان في 3 سنين انا فعلا شغاله ورقي، يعني انا شغاله ورقي، ممكن اشوف السيره الذاتيه 200 حاجه في اليوم احنا بنقراها ورقي، مفيش اي جديد، انا بستهلك وقت، انا بستهلك مجهود. مدار تاني 6 سنين انا ال 200 دول في التحول الرقمي والابلكيشنز ما بيخلصوها لي في وقتها، فانا وقتي بقى فيه جزء تاني ان انا اتعلم ان انا ازاي بقى بيخلصوها لك في وقتها ازاي؟ طيب ليه ازاي بيخلصوها لي في وقتها؟ في ويب سايت كتير موجوده حاليا، في ابلكيشن كتير قوي الشباب عاملاها ان هم يفلتروا الجزء ده. يعني انا ارفع 200 سيره ذاتيه بدل ما انا هقعد كنادين طول اليوم ان هي تفلتر، هتلاقي منهم مثلا 150 ما فيهمش المواصفات، ما فيهمش ال50. خلاص انا هكلمهم، هنبتدي ان احنا نشوفهم. ال50 دول لما باجي ادور فيهم على الشاب اللي هيتوظف معايا، انا محتاجه ان هو يكون فعلا عنده مهاره تقنيه ومهاره النقطه المهنيه. انا عايزه استوقفك عند النقطه دي، لان احنا يمكن في قبل كده في حلقه من حلقات برنامج شباب على الهوا جبنا متخصصين وكانوا بيتكلموا برضو باستخدام التكنولوجيا والانترنت والابليكيشنز، ازاي نكتب السي في علشان الشركات اللي احنا بنحط فيها السي في دي بيستخدموا ابليكيشنز ثانيه تفلتر. فلازم يبقى في طرق معينه يتكتب فيها عشان ينفع تتقبل. حاليا معاكي جدا في الجزء ده. لو احنا كنا بنستخدم ورق الاول، فمعظم الشباب هم ما عندهمش درايه بالسيره الذاتيه، مش قادر ان هو يمثل نفسه في الورق. ممكن يكون فعلا حد خريج كليه كويسه جدا وعنده السكيلز المطلوبه، هو مش عارف يكتب السيره الذاتيه، بس غلط فاستبعد. في دورات بتحصل من ضمن الوزاره ان احنا بنساعد الشباب ازاي تكتب السيره الذاتيه، ازاي تعرف تمثل نفسك، ازاي تنزل الابليكيشنز اللي خاصه بالتوظيف، ازاي تعرف تلاقي الفرصه اللي ليها مناسبه. في خلال ال3 سنين الاخيره زي ما وضحت لحضرتك، النقط دي وفرت لي فعلا وقت،
طب الوقت اللي انا وفرته بنفس الادوات بتاعه التحول الرقمي والسيره الذاتيه ادتني معلومات اكتر عن مجالي، ادتني كورسات زياده اخدت فيها شهادات اكتر، فبالتالي قدرت ان انا اخلق بيئه عمل ايجابيه للموظفين. فبدل الانتاجيه تطلع من اداره الموارد البشريه بس، لا ممكن تطلع من اداره الحسابات، تطلع من الاداره الهندسيه، تطلع من باقي الادارات، فانتاجيه الشركات بتتضاعف. فكره ان انا دخلت التحول الرقمي ان انا خلاص بقيت اطور من نفسي مش من اداره واحده موجوده. تمام. احمد، انت طبعا فائز بالمركز الاول في مسابقه المبتكر بالدقهليه. المسابقه كانت طالبه ايه وانت عملت ايه؟ المسابقه كانت طالبه ابتكار يساعد ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه، وطبعا برضو يعني من خبرتي وان انا نزلت فعليا ميدانيا مع ذوي الاحتياجات الخاصه، اكتشفت اصلا ان هم مش ما اسمهمش ذوي الاحتياجات الخاصه، اسمهم ذوي اعاقه، لان في فرق كبير طلع بين الاثنين. موضوع الابتكار كان مطلوب حاجه تساعدهم. قدرت اوظف الذكاء الاصطناعي من خلال كارت NFC موجود سهل جدا تكلفته قليله. راعيت في الموضوع ان انا موضوع التكلفه لان مهم جدا، موارد تكون متوفره في البيئه وفي نفس الوقت يكون حل عملي، لان اي حاجه قرار بيتاخد لازم يكون قرار استراتيجي وله بعد امني واجتماعي وسياسي واقتصادي. ساعدت في الابتكار بتاعي ان هو يشتغل بشكل كامل من غير تكلفه كبيره. اشتغل بالذكاء الاصطناعي، قدر مثلا وليكن على مثلا واحد كفيف من خلال الموبايل يقدر يفتح الموبايل ويشوف الكاميرا اللي قدامه عملات معدنيه كلام من ده، وكذلك الصم والبكم يحول لغه الاشاره والعكس. هايل هايل. يعني انا الحقيقه سعيده جدا بمجهودات الشباب ان هم يعني قادرين ان هم يقدموا ده ويطرحوه من خلال اعمال مميزه ومن خلال مشاركات مميزه بيقوموا بيها. النهارده كان معايا مصطفى صلاح باحث مجتمع ومؤسس مبادره رياضه رقميه، وكمان احمد محمود الفائز بالمركز الاول في مسابقه المبتكر بالدقهليه، ونادين احمد اخصائيه موارد بشريه. يعني كنت اتمنى ان الوقت يطول اكتر من كده علشان نقدر ان احنا نتكلم اكتر واكتر على طموحاتكم واحلامكم وعايزين تقدموا ايه اكتر للمجتمع، ولكن للاسف احنا حلقتنا يعني وقتها انتهى. بشكركم جدا جدا لقدومكم معانا النهارده، نورتونا وشرفتونا، وبشكر طبعا كل مشاهدينا اللي تابعونا في حلقتنا النهارده من برنامجنا برنامج شباب على الهوا، وان شاء الله على لقاء مقبل في حلقات جايه من برنامج شباب على الهوا.